السلام عليكم الراقيات الفنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ طمنوني عليكم، اش كتعاودوا؟ بخير مزيانين؟ نطلبوا من الله تصبح وتكونوا يعني في احسن الامور ديالكم وفي احسن ظروفكم، وان شاء الله دوزوا صباحكم ونهاركم في احسن ما يرام. اكيد كما بغيتو نهاركم يدوز غادي يدوز، بغيتوه مزيان غادي يدوز، بغيتوه خايب غادي يدوز. كنوريكم اجنده تما، غادي نقول لكم شنو غادي نعمل بهم. قبل ما نهاتي هذا غادي نشارك معكم هاد الخدمه هذه خفيفه ظريفه كيف ما كتشوفوها، وفي نفس الوقت كنقول لنا البنات جدادين مرحبا بكم معايا في القناه. شكرا لانضمامكم معايا، شكرا البنات القدامين، شكرا لتشجيعاتكم تعاليقكم. البنات اللي كتبوا لي اي تعليق اي سؤال كاملين غادي نجاوبكم ان شاء الله، غير هي وحده بوحده باذن الله. وان شاء الله يا ربي الفيديو اليوم ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم ويفيدكم اكيد، مادام انا كنزل شي حاجه هنايا الا باش نستافدوا كاملين. اللي عندها شي حاجه تعطيها لي نستافد منها مرحبا، نعطيكم باش تستافدوا مرحبا، طلبتوا مني شي حاجه غادي نوفر لكم باذن الله. غير هي هاد الايام غادي تصبروا معايا ان شاء الله، عندي شي ظروف خاصه غادي نقدر. المهم انا نطلب من الله انني ما نغبرش عليكم، وانني نبقى على تواصل اكيد ان شاء الله يا ربي. هنايا هاد الخدمه كنخدمها هبيطه القرميطه ضرب بعض الغرزات كنخدم فيها باش موجده كذلك ان شاء الله. وهادشي كامل ملي غادي يوجد غادي نشاركو معكم باذن الله. ونبداو على بركه الله الفيديو اليوم اللي هو فيديو اي خياطه او لا اي امراه كتسقسي هذا السؤال وكتبحث على هذا السؤال وكتحمق على انها اللي يعطيها واحد السر من الاسرار، واحد السحر من يعني شي حاجه اللي تكون زعما سهله وبسيطه. وغادي نجي نقول لك ما كاينش شي حاجه اللي هي سهله في انك يعني تجي تعطى لك هيدا بالساهل. هادشي كيجي مع الممارسه، كيجي مع الخدمه، دايما كيجي مع انك تكون مولفه دايما كتعدل واحد الحاجه عاد تقدر توصل لداكشي اللي بغيتي. المهم فيديو اليوم شنو هو؟ كيفاش ننظم وقتي بين الدار والخدمه، وفي نفس الوقت شحال كنربح من الخياطه ديالي في الدار. هادشي كامل غادي نهضروا فيه هنايا. شنو هو؟ اول حاجه كيفاش كننظم داري والخدمه ديالي، بين الدار كنوفق بيناتهم، بين الخدمه وبين الدار. غادي نقول لك ما غاديش نقول لك راه حنا ما شاء الله علينا موفقين 100%، لا كتجيب اخطاء، كتجيب حتى حنا كنوقعنا زلات. ولكن شنو هو المهم؟ هي انني منين كان عندي خدمه في الدار خصني نحس براسي خدامه خارج الدار. كيفاش لمياء؟ نبداو خطوه بخطوه. كنوض في الصباح انا واحد الانسانه عامله ما عنديش الوقت، علاش غادي نشبر التليفون؟ اول خطا كيتعمل هو المراه ملي كتكون عندها خدمه كتنوض اول حاجه كتبدا بها تشبر التليفون، تتصفح شكون صرد لي، شكون هضر معايا، مع نجاوب هذا نجاوب هذا، ندخل انستغرام، ندخل تيك توك، ندخل هنا ندخل هنا. كتجبر راسك ضاعت لك 3 حتى 4 ساعات في والو، ما عملتي حتى شي حاجه. وهذا الشيء هذا هو من اكبر مدمر لاي وحده باغا تمشي في حياتها. ماشي بالضروره تكون خياطه، ماشي بالضروره تكون خدمه، المهم انك باغا تعمل شي حاجه في الحياه ديالك. ما تبداش نهارك في التليفون، ما تبداش نهارك بالتليفون. بدا نهاري كما وريتكم في الفيديو في الاول. اول حاجه كنبداو بها نشعل القران في الدار ديالي، نطلق سوره البقره، نطلق الرقيه، نطلق شي حاجه نعمل. المهم نعمل شي حاجه اللي مطلوقه نتصنت لا في التلفازه ولا في التليفون. انا ملي كنكون في بلاصه اللي عندي فيها التلفازه كنعمل التلفازه نعمل فيها قران. بلاصه ملي كتكونش التلفازه كنعمل فيديوهات اللي نسمع لهم، نسمع بودكاستات، نسمع شي سيده كتهضر غير بالصوت اكثر، نسمع شي حاجه اللي تفيدني، نسمع كتاب. مهم نعمل شي حاجه اللي نسمعها. وكنطلقوا انا كنعمل شغلي، كنعمل شغلي في الكوزينه، كنعمل شغلي في الدار، كنعمل شغلي في فين ما كنعمل شي حاجه اللي نتنطلع ماشي تلهيني. صارت لي شي واحد ميساج، صارت لي شي حاجه، كيبقى شغله هذاك الشغل ديالو تنسالي ونشوفه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نبدا بتنظيم الاولويات ديالي. شنو هما تنظيم الاولويات ديالي؟ هي نبدا باول حاجه عندي في نهاري مهمه.
مثلا انا عندي اليوم ماشيه نطبيب مع اختي، هذه كنهضر لكم بصح، عندي ماشيه مع اختي نطبيب مع اختي، غادي نمشي مع اختي نطبيب. هذه واحد الحاجه مهمه ما يمكنش ناجلها وما يمكنش ما نعملهاش. اذا شنو غادي نزبقها هي، واخا غادي نسبق انني نمشي عند اختي. هادشي هذا كامل راه كنظموه بالورقه وستيلو. شنو هما الاولويات في النهار ديالي؟ غادي نمشي مع اختي. انا واحد الانسانه عندي قناه، اذا شنو غادي نعمل؟ نوضت وليداتي، جلست كنخدم واحد شويه، نصور فيديو. هادشي هذا باقي دابا عاد والله عاد عملت 7:30. منين غادي نسالي هادشي هذا غادي تجي موراي اختي نمشيو للطبيب. يعني اليوم نهاري ما نعرفش كيفاش غادي يدوز وشنو فيه، حيتاش ما عارفينش العالم الله شنو منين غادي نخرج من الدار شنو غادي يكون ياك. اذا شنو غادي يوقع لي هذا النهار هذا؟ بحال نقولوا بحال اللي غادي يضيع. هو ما غادي يضيعش الحمد لله، مع اختي ما غاديش يضيع غير بالاجر. منين غادي نجي ان شاء الله من الطبيب باذن الله وتخرج اختي على خير وبخير، غادي نجي لداري نشوف شنو هما الاولويات عاوتاني الاخرين في داري. ما يمكنش انا نهار غايبه ونجي نيشان الخدمه، لا، غادي نجي نيشان نشوف داري شنو فيها. اذا كاين شي تصبين غادي يتصبن، اذا كاين شي غديوه غادي طيب، اذا كاين شي ترتيب في الدار الوليدات شنو خصهم، غادي نعوض الامورات ديالي كامله من هذه الناحيه. من بعد غادي نجلس مع راسي نعس وليداتي ونسالي، غادي نجلس واحد الساعه حتى 2 ساعات نشوف الخدمه ديالي شنو فيها. علاش؟ حيتاش انا نهار ضاع لي خصني نعوضو بواحد الفترات في الليل. رجعت ما كنسهرش، كيعجبني نعس بكري. السهر اذا سهرت الا وكنت مضغوطه لواحد الدرجه ما يمكنش، خصني هذيك صافي بزز مني خصني نسهر، كتكون شي حاجه اللي ما نقدرش ناجلها، اذا خصني نسهر. من غير هيداك نعس بكري، نعس بكري في الصباح، نوض بكري في الفجر. الله يخلف الله يجعل البركه، كنوض الانسان يتحرك من بلاصتو. هذه الطريقه ديال تنظيم الاولويات، كيفاش كنظم الاولويات ديالي. يعني من الحاجه المهمه الاقل اهميه، يعني مهم غير مهم عاجل وغير عاجل. شنو هي المهمه؟ شنو الحاجه اللي نقدر انها تكون ماشي مهمه؟ مثلا انتينا في الدار ديالك نوضتي في الصباح، نوضتي وجدتي الفطيور لوليداتك، صليتي صلاتك، مشى كل واحد من بلاصتو، كتشوف النهار ديالك شنو فيه كتكون عندك داكشي مكتوب قدامك شنو هما المهام اللي عندك وكترتبهم. مثلا عندي التصبين وعندي العجين، انا عمري نجمع التصبين والعجين في دقه، لا، نجمع حاجه واحده، نعمل حاجه واحده، يا اما التصبين يا اما العجين. عندي مثلا خدمه مزروبه وعندي خارجه في العشيه، ديك خارجه مثلا خارجه مع صحابات، خارجه لشي بلاصه، واخا شنو هو باش غادي نبدا؟ اكيد غادي نبدا بتنظيف بالخياطه اللي عندي عاجله، غادي نبدا بها هي الاولى. علاش؟ غادي نجلس نحدد واحد الوقت محدد، بحال انني مشيت نعمل اولا مشيت للمدرسه اولا مشيت نخدم في شي بلاصه، واحد الساعات محدده، 2 ساعات 3 ساعات مثلا غادي نخصصهم من ديك الخدمه. منين غادي نسالي داكشي هذاك ديك الوقت هذا كنكون معامله كرونو. شوف كنتي في دارك، كنتي مع عائلتك، كنتي فيما كنتي، هذه الطريقه اللي مزيانه تمشي بها. نعمل كرونو، غادي نوض بحالي ديك الساعه، نمشي نعجن، نمشي اذا كنت نصبن، نعمل الشغل الداري، نرتب، نتول، نعوض، نحيد الامورات اللي مهمه. منين غادي نسالي شحال يدي لي مثلا الوقت؟ عندي 4 ساعات 5 ساعات في هادشي كامل. هي عملنا 5 زيد عليها 2 ساعات زيد عليها 2 ساعات في الصباح، هي عندنا 5 6 7 8 9 9 ساعات، ونهارنا فيه 24 ساعة. هاد 9 ساعات 9 ساعات مشاو، غيبقاو لنا اللي باقيين. شنو غادي نعملو؟ نقسموهم، نجلس نكمل الخدمة ديالي واحد الفترة، مثلا نجلس نكمل الخدمة قبل ما نخرج مع ديك صحاباتي، نشوف شحال الساعة بيناتهم، ما نحرمش راسي. مثلا اذا كانت شي ضروري خصني نخرج، ما كاينش شي ضروري، نفضل انني الخدمه ديالي احسن. علاش؟ حيتاش غادي تدخل عليا واحد الربح، غادي تعاوني انني نزيد القدام. ديك الصحابات باش ينفعوني، اذا ما كانوا باش ينفعوني بشي حاجه د الربح ما عندي ما نعمل بهم. الصحابات اللي غادي يضيعوا لي الوقت بحالهم بحال التليفون، كنخليوه بعيد تجي الوقت ديالهم، نقدر نعتذر، نقدر نقول لهم سمحوا لي اليوم ما يمكنليش،
داكشي كيبقى امر خاص بك نتينا. انا كنعطيك اي امثله وانتينا كتشوف حياتك وكتشوف الامورات ديالك. مثلا عندي في العشيه ضياف جاون عندي على غفله، ما كنتش عواله، انا عندي خدمه مزروبه سهله، نعمل له الصواب ديالو، نعمل لهم الاوقات ديالو، منين يمشيو غادي نشبر الخدمه ديالي، ما نضغط راسي، ما نتعصب، ما نمرض نهائيا، كل حاجه نعطيها الوقت ديالها. انا هذه الطريقه اللي كنتمشى بها باش كنضغطش على راسي. نوض في الصباح نخدم الخدمه ديالي عاد كنطلق نشغل ديال الدار. انا هذا السيستم كيعاوني. في العشيه كذلك ملي كسالي الشغل ديال الدار كامل كنجلس نخدم. ملي كنجلس نخدم لواحد الفتره حتى مثلا مورا العشاء، مورا الصلاه ديال العشاء كنوض نشوف اللي خصو يتجمع، اللي خصو يترتب، اللي خصو يتركن، اللي خصو يتعدل، عاود كنعمل دوره خفافيه على الدار، عاد ننعس. علاش؟ باش داري تبقى نقيه، وفي نفس الوقت في الصباح الصباح مخففه. والوليدات كنعلمهم يعاونوا، نعلمهم كل واحد شنو يعمل، كل واحد شنو هذاك، يهزوا شويش حتى هما يعاونوا شويش ولو على حاجتهم، حوايجهم، موطعتهم، يعني داكشي ديالهم هما اللي كيخصهم هما. هذه هي الطريقه اللي كنتمشى عليها. والورقه والستيلو اكيد هي اللي غتنظم لك النهار ديالك. قائمه المهام ديالك كل عشيه كنعملها اولا الصباح بكري او كنكتبها. يعني قائمه المهام هي اللي كتنظم لي النهار ديالي، وكنشوف شنو بايش غادي نبدا وبايش وشنو غادي نخلي بالمهم والاهم، وحنا ماشيين بهذه الطريقه كنرتبوا الاولويات ديالنا. نجاوب على السؤال الثاني، كيفاش ندخل مصروف اولا شحال كندخل ديال الفلوس في النهار ديالي اولا في داري او لو انا خياطه من الدار. على حسب الفلوس والارباح، على حسب كل وحده وظروفها في الحياه. دابا انا مثلا خياطه، انا حاليا ما بقيتش كنشبر الخدمه ديال الماكينه. علاش؟ حاليا عندي ظروف ما تسمحليش انني نخيط بالماكينه، ما تسمحليش انني نشبر الخدمه، الناس داخلين خارجين عليا، عندي ظروفي انا الخاصه. يعني حاليا باش يعني شنو عامله هو انني كنخيط الراندا، تنبات، الحاجات ديال اليد، حاجات اللي ما يخليوش الناس ماشيين ماجين عندي في اي وقت وفي اي حاجه. يعني الخياطه شويه د الماكينه، شويه بسيسلا، شويه فيها كليان خصو ماشي ماجي، يعني يجي عندك داخل خارج، هذا خصو ينقص، هذا خصو يعمل هادشي. هذا شحال هذه كنت كنعملو صراحه. حاليا موقفه حتى نشوف الحل باذن الله ونقدر نرجع. هاد الساعه ماكينه موقفه. اذا انا باش غادي نربح في النهار ديالي، وانا ما عنديش كليان ديال الرومي او العصري، عندي الخدمه ديال الراندا والتنبات او الطرس، يعني اللي جا كنقول بسم الله، كنخصص في النهار ديالي 10 دراهم. كنحسب شحال مثلا انا عندي نص طق خصني نخدمو، كنخدم 10 دراهم الساعه في نهاري. تبارك الله بارك الله تبارك الله. اذا دخلت في النهار ديالي 50 درهم، اذا خدمت غير 5 ساعات في النهار ودخلت 50 درهم ديالي، تبارك الله الخير والبركه. الخير والبركه ماشي بحال نقولوا ماشي ضروري كنشبرها في ديك الساعه، غير طريقه الحساب انني كنعمل تحدي مع راسي باش انا كندخل لك 50 درهم. جلست عندي طوق فيها 40 غرزه، كنقسمو شحال من النهار غادي ديري، شحال من ساعه غادي ديري، شحال من الوقت غادي يدي، وفوقاش غادي يخرج، وشحال خصني نعمل في هذا الوقت. انا ملي كنعمل تحدي مع راسي نص طوق نقدر نخرجو في 3 ايام، نقدر نخرجو في 3 ايام. 3 ايام فيها 200 درهم، 300 درهم، بعمرت 400 درهم على حسب الطوق شنو فيه شنو الخدمه اللي فيه. انا 3 ايام على 3 شعرات كافياني كنخرج فيها نص طوق. ولكن كيف ما قلت لكم ما كاينش شي حاجه كتلهيني من غير خدمتي داري فقط. الخراجات، الصحابات، الحاجات خاويه، التليفون في الهضره خاويه فيما لا يفيد، هادو الشي كامل محايده ما عنديش في الحياه ديالي. علاش؟ انسان كامل واحد الهدف قدامه كيخدم عليه باش كيوصل له. هذه هي الطريقه باش انني كنربح. الطريقه شحال كتربح ولا شحال هذاك، نتينا كتكون عامله واحد الجدول ديالك قدامك، كتكتب شنو خدمتي في النهار وشحال تقام عليك ديك النهار. مثلا شحال دخلتي من ساعه، مثلا خدمت اليوم 5 ساعات، ها 50 درهم. غدا غادي نخدم
غير 2 ساعات وعندي ظروف ما قدرتش نخدم اكثر من 2 ساعات، واخا ها 20 درهم ها حنا 70 درهم. بهاد الطريقه كتشوف راسك مثلا انا اذا خرجت طوق في 3 ايام، اذا شبرت عيد 3 طواقات عندي 900 درهم عيد طوق، ما فيهش الملقيه، ما فيه دارس، ما فيه حتى شي حاجه. انا مخيره لي شكون يعطيها لي 3 طواقات 900 درهم. عندك يعني 3 يعني 9 ايام، راه مضخمه، ماشي مضخمه هذه. تينا جالسه ما كيدق عليك حد يعني ما كيسا ماشي شي واحد كيجي يعطيها لك يعني يصدق عليك ولا شي حاجه. جبتيها بعرقك، جبتيها بكتافك، جبتيها وانتينا مرا حادقه وناض مقده يعني. هذه هي الطريقه. فكر بهذه الطريقه كيفاش انني نخرج النهار ديالي وانا واحد الانسانه جالسه في الدار. اذا ما شبرتيشي هاد القوانين هادو في حياتك مع المشتتات ومع تضييع الوقت، راه ما غاديش تنظم في النهار ديالك وما غاديش تخدم الخدمه ديالك. وكل حاجه عطيها الوقت ديالها. يمكنش دابا ساعه غادي نوضو نخملو ونعملو التنظيف العميق نهائيا. عندنا التنظيف العميق انا بعدا عندي نهار السبت كيكون عندي دوره كامله على الدار كامله، كنعملها يا اما الخميس يا اما السبت. علاش الخميس تصبح لي الدنيا نقيه الجمعه، اذا ما كتبت ليش الخميس كنعملها السبت. شنو كنعمل؟ كنطلع نض، كنبدا الدار بحال كنقول كنفتش في الركاني، كنقلب وكنضرب تسييقه وكنجمع الدار على حقه وطريقه. ديك النهار كيكون عندي خاص بالميناج كبير الحد، حيتاش دابا يوم الربيع والصيف وما جا ما شاء الله خصني نستغلو. ما يمكنش نبقى جالسه مع الخدمه. اذا الحد غادي نخرج، غادي نخرج نرتاح، نخرج وليداتي، نعيش مع ولادي، نخلي لحظات مع راجلي ووليداتي مع العائله. يعني الحد كيكون مخصص للراحه. من موراها كنبداو اثنين بنظام جديد، اولويات جديده، اهداف جديده، خطط جدادين، وحنا ماشيين. يعني انا حاولت نعطيكم نقط ونتمنى يفيدكم وتستفدوا من هذا الشيء هذا اللي كنعطيكم، حيت بصح هو اللي معاوني وهذه هي الطريقه اللي كنمشي بها. ودائما كنخدموا الورقه والستيلو اذا باغيين ننجحوا. ما تقوليش انا ما عنديش مع الورقه والستيلو، كيبقى هذاك امر كيخصك تقدر تعمل تقدر تعمل قائمه المهام في التليفون. تقدر واخا ديك التليفون انا كنفضلو حيتاش كيعمل تشتت، كيعمل واحد التشتت من داكشي اللي بغيتي. لهذا نتمنى ان شاء الله تطبقوا هادشي اللي كنقول لكم. وبنات اللي كيعملوا قائمه المهام يكتبوها لي في التعاليق ويقولوا لي واش عندي الصح ولا ما عنديش الصح. وبزاف ما كانش عندهم مع قائمه المهام، ونهار اللي جربوها عجباتهم ونظماتهم وعوضت لهم الامور وارتاحوا بزاف في الخدمه ديالهم ولا في حياتهم. كيتعرف راسك شنو تبعك وباش تبدا وباش غادي تسالي. وهذا هو الفيديو اليوم. نتمنى ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم، وما تنسونيش من لايك ديالكم والبارطاج. واذا ما عملتش ابوني تعمل ابوني ومرحبا بك معايا. وصراحه البنات اللي ما كيوصلهمش الاشعارات صراحه امر ماشي انا، الامر اليوتيوب، حيت القناه مني كتغبر عليها. هذا هو الحل ديالها. شنو خصك تعمل؟ تحيد ابوني وتعاوده ان شاء الله وتستافد معايا في فيديوهات القادمه. نخليكم على خير حتى الفيديو اللي ماجي ان شاء الله عاود تكونوا تستافدوا منه وينفعكم اكيد ان شاء الله. واي واحده كتبت لي شي تعليق او شي حاجه غادي نجاوبكم باذن الله. ومع السلامه.